السلام عليكم. يلا يا حلوين بقى النهارده انت هتتعبي في يوم. يعني هو يوم واحد بس تتعبي فيه شويه، وبعد كده هتنك مرتاحه بقيه الشهر. انت زي ما احنا شايفين كده، احنا رحنا السوق الصبح، جبت الطيور. انت بقى زي ما انت عايزه، انت ومقدرتك، وانت وزي ما انت عايزه تجيبي وبتحبي انت تاكلي، انت زي ما بيتك بيحب ياكل يعني. عيالك جوزك كده زي ما انتوا بتحبوا تاكلوا هات. احنا جبنا بطتين وجبنا دكان بلدي. هناك دبحنا هناك وريشنا، بس زي ما انتوا شايفين كده بتيجي تعيد على الحاجه تاني. عاد عليها بقى ونفتحها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وادي الحاجات بتاعتها، الجناحة والرجل والحاجات بتاعتها. انت مش هترمي اي حاجة. حافظي على بيتك ووفري من بيتك ولنفسك. يعني انت لو سبت الروس والرجلان والجناحة والرقاب والحاجات دي، ما انت ممكن تعملوهم في يوم مع حبة رز، في حبة بطاطس ورز، في حبة شوربة ومكرونة. انت كده كده مستفادة بهم يا قلبي. فما تسيبش حاجة ترميها ولا تضيع حاجة. حافظي ولم الدنيا، عشان الايام اللي احنا فيها مش مستحملة ان حد يرمي فيها حاجة. كمل تنظيف ونرجع لبعض تاني. كده يا حبايبي بقى نصلي على النبي كده، ننزل في التعليقات كلنا نصلي على النبي نملى كل التعليقات بالصلاة على النبي وذكر الله. وبشكر حبايبي على رسائلهم وتعليقاتهم الحلوة اللي بيبعتوها لي. المهم بقى معاك، حالا احنا كده نضفنا الطيور، والمية ديت فيها دقيق وملح وليمون. ما تحاولش تحط اكتر من كده يعني. خلي الحاجة تبقى بقى طعمها باين، بلاش تحط خل عشان ما يشد يبوظ الأنسجة بتاعتها. خليكي بس في الدقيق والملح والليمون. لو بتضيفي بحاجة تانية براحتك، ممكن ساعات بنقعها في ملح وسكر، في مية عليها ملح وسكر. بصي يا حبيبي، زي ما انتوا شايفين احنا سيبناهم يا دوبك حوالي ساعة كده. زي ما انتوا شايفين بدأ بقى هو المية بالدقيق ديت بدأت تشد كل الحاجة، الدم وفي قلب والحاجة اللي في قلبي. وزي ما قلت لكم انا ما عملتش حاجة وما شلتش حاجة منها. الجناحة موجودة زي ما انتوا شايفة اهوت، والرقبة كل الحاجات اللي فيها موجودة. احنا بس لغاية ما هنالك هنشطفها كمان شطفة بس ايه قبل ما نعين. خلصت بقى وشطفت ونقعت وكل حاجة تمام، تقوم جاي حاطاهم في مصفى يصفوا ميته، عشان لما تحطه في الفريزر او في التلاجة ما يصرش معاه ويعمل تلج كتير. معايا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، هو يوم بتطلعي فيه شويه، بعد كده بترتاحي، بتيجي بقى تعملي تروحي مطلعه الكيس تسيبيه يفك، او طلعيه من قبلها بالليل. تصحي الصبح يا دوبك تجهزي اكلك. لو انت مثلا اسره من 3 4 اطفال وانت وجوزك، هتطلعي مثلا البطايه او الفرخايه. انما لو انتوا مثلا اتنين واطفالكم صغيرين ولا كده، ممكن تقسموها ايه، تقسموا الفرخه على اتنين، تقسموا البطه على اتنين، انتوا ايه وراحتك وانتوا وميزانيتك. ويا رب تكون الافكار حلوه وتعجبكم، واشوفكم في فيديو تاني باذن الله. ولو عندكم اي افكار جديده وعايزين ننفذها سوا، اكتبوها لي في التعليقات.